بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هابي نيو يير، ميري كريسماس. أهنئكم أيها الأحباء في كل مكان في كنائسنا القبطية. أهنئكم بالعام الجديد 2025، وأيضا بعيد الميلاد المجيد، أول الأعياد المباركة في السنة الميلادية. أهنئ كل الآباء المطارنة والآباء الأساقفة والآباء الكهنة القمامسة والقسوس الشمامسة، وأهنئ مجالس الكنائس، وأهنئ كل الأسر القبطية وكل الشباب وكل الأطفال في كل مكان في بقاع الأرض. عيد الميلاد المجيد الذي نستقبل فيه السيد المسيح طفلا صغيرا. فالله عندما أراد أن يدخل إلى العالم دخل من خلال الطفولة الصغيرة، ومن خلال هذا الطفل الصغير تمت أعمال عظيمة. والحقيقة لما بندرس أحداث الميلاد بنكتشف حقيقة مهمة جدا، أن كل الأمور الصغيرة عندما نضعها في يد الله تصير عظيمة. وهديك أمثلة. في قصة الميلاد نتقابل مع القرية الصغيرة بيت لحم، قرية مغمورة لا أحد يعلم عنها، توجد آلاف القرى في أماكن كثيرة في العالم. ولكن عندما استقبلت هذه القرية السيدة القديسة مريم العذراء والقديس يوسف النجار، كانت النتيجة في ميلاد السيد المسيح، وكانت النتيجة أن هذه القرية صارت أشهر قرية في العالم كله، قرية بيت لحم. الحاجة الصغيرة في إيد ربنا تصير كبيرة خالص. ليست القرية فقط، ولكن أيضا الفتاة الصغيرة أمنا العذراء مريم، هي صبية صغيرة أعوامها في العمر محدودة جدا، ولكن الله ملأها بالنعمة، وقال كده الملاك لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، ولذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هذه الفتاة الصغيرة جدا المتواضعة التي عاشت في الهيكل صارت فيما بعد أشهر قديسة في الحياة المسيحية. وصارت هذه القديسة نطلق عليها أنها فخر جنسنا، جنس البشر كله، الرجال والنساء في كل مكان. زي ما بقول، فتاة صغيرة عندما تتعامل مع الله وتمتلئ بالنعمة تصير بهذه العظمة. مثال ثالث، النجم الصغير الذي ظهر في السماء وكان يتحرك حركة ربما غير معتادة بحسب علوم الفلك، وكان مرشدا لجماعة المجوس القادمين من الشرق. وهؤلاء المجوس وهم جايين كان مرشدهم الوحيد والدليل بتاعهم في الطريق هو هذا النجم. وهذا النجم كان يتحرك مع حركتهم، وكان يقف عندما يقفوا. إنه معجزة، صار معجزة. السماء تمتلئ بنجوم كثيرة، ولكن صار هذا النجم، نجم الميلاد، هو نجم معجزة، وصار معروفا ومشهورا. ولما بنرسم الأيقونات لازم نحطه في أيقونات الميلاد على اختلاف أنواعها. أمثلة كثيرة. الصغير في يد المسيح يصير عظيما، القليل في يد المسيح يصير عظيما. ليست هذه الأمثلة فقط، ولكن يوجد مثال آخر، وهو مثال التسبحة. التسبحة اللي أنشدها الملائكة في وقت الميلاد تسبحة قصيرة جدا، ولكنها صارت عنوان لمسيحيتنا: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. تسبحة قليلة الكلمات ولكنها عظيمة الأثر، وصارت هي العنوان المعبر عن مسيحيتنا. لماذا؟ لأن هذه التسبحة تشمل السماء والأرض والناس، فلذلك صارت تسبحة شاملة: السماء، المجد لله في الأعالي،
الأرض وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، الناس. فبقت تسبحة ثلاثية متكاملة شاملة، وصارت هي عنوان لعمل المسيح ولعمل المسيحية، وكأنها خطة وبرنامج لحياة الإنسان. النماذج كثيرة جدا، ولكن المهم أنك عندما تضع القليل في يد الله يصير عظيما، واحنا نقول عليه كده بلغتنا تحل فيه البركة، مع انه قليل. خارج قصة الميلاد ممكن اقول لك على بعض الامثلة الاخرى. فمثلا الطفل الصغير الذي كان يحمل 5 خبزات وسمكتين في وسط جموع بالآلاف، وعندما يطلب السيد المسيح من تلاميذه انه يشبع الجموع، اشبعوا الجموع، اكلوهم، ما عندناش حاجة، عندنا طفل وياه 5 خبزات وسمكتين، ربما طعام طفل، ولكن يأخذ هذا الطعام القليل جدا، يأخذه الآباء التلاميذ، يضعوه في يد المسيح، يبارك عليه ويصير كثيرا جدا، يشبع آلاف، 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد، وأيضا يتبقى 12 أفة مليئة بالكسر. إيه الفيض ده؟ إيه البركة الكبيرة دي؟ مثال آخر، عندما كان بطرس الرسول وكان صيادا قبل رسوليته، كان يعمل صيادا وخرج للبحر، ودايما اللي بيشتغل في البحر رزقه على ربنا، النهاردة في رزق بكرة ما فيش رزق. كانت ليلة صيد فاشلة، قعدوا طول الليل عشان يجيبوا سمكة ما فيش. ظهر المسيح مع وش الفجر وقال لهم القوا الشباك. فبطرس الرسول قال العبارة المشهورة بتاعته: قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ولكن على كلمتك نلقي الشبك. يقول لنا الكتاب: امتلأت الشباك بالسمك وكادتا أن تتخرق، بحسب نص الإنجيل في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 5. كادت الشباك تتخرق، امتلت، فاضت بكلمة المسيح: على كلمتك ألقي الشبكة. مثال آخر من الأمثلة الجميلة، مثال المرأة الأرملة التي ألقت فلسين، والفلسين بعملة الزمان اللي كان فيه السيد المسيح على الأرض. الفلسين دول قيمة ضعيفة جدا ومعاملة مادية بسيطة للغاية، ولكنها قدمت من أعوازها، من احتياجها. كانت النتيجة أن الله يمدحها ويشير إليها، وصارت صاحبة الفلسين مشهورة في أسفار العهد الجديد، في حين أن كان آخرين بيحطوا حاجات كتيرة ومبالغ كتيرة. كانت العملة زمان تبقى معدن، الصندوق اللي بيتحط فيه بيبقى معدن، فلما تنزل العملة تعمل صوت، لو كانت كبيرة تعمل صوت كبير، لو كانت قليلة تعمل صوت قليل. وطبعا اللي حطت الفلسين دول تقريبا من غير صوت، ولكن المسيح يمدحها ويطوبها ويشير إليها، وصارت عنوان لينا. حتى في قصص اختيار خدام المسيح، كما اختار داود النبي، كان فتى صغير أصغر إخوته، ضعيف. ويمكن نفس القصة شفناها وهي القديس الأنبا بشوي بنفس الطريقة، صغير، ولما يطلبه الله لكي ما يصير تلميذ له ورسول عنده، يقوم الكبار يعترضوا: طب خد واحد كبير، خد واحد كبير. لا، هو ياخد الصغير ده ويصنع منه إنسانا قديسا عظيما، داود النبي بكل مزاميره، بكل حياته، بمزمور التوبة اللي قدمه، وهكذا. الصورة الجميلة دهيت بتخلينا النهاردة وإحنا بنستقبل ميلاد السيد المسيح نعلم تماما أننا عندما نقدم القليل من أجل الله يصير كثيرا جدا. ليس القليل في المال، ولكن القليل في الوقت،
عندما تقدم وقتا محدودا جدا في يومك من أجل الله، في الصلاة، في الإنجيل، في الخلوة، في التأمل، ستجد هذه الأوقات القليلة التي تقدمها من أجل الله تبارك كل اليوم وكل الأسبوع وكل الشهر. تقدم جهدا، تقدم خدمة، تقدم فكرا، تقدم ابتكارا وإبداعا. مهما كان القليل الذي تقدمه سيصير عظيما. رسالة الميلاد اللي بقدمها ليكم النهاردة أيها الأحباء هي إنك ما تستقلش حاجة مهما كانت الحاجة الصغيرة. أطفالنا الصغيرين سيصيروا عظماء فيما بعد. الجهد اللي هتقدمه، وقتك ومالك وفكرك وتعبك ودموعك، كل هذا سيصير في يد الله عظيما ما دام بنقدمه من أجل الله. أنا أهنئكم جميعا، أهنئ كل الإبرشيات القبطية في كل بقاع الأرض، في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، في أستراليا، وأيضا في الكرسي الأورشليمي في مدينة إلهنا العظيم أورشليم. أهنئكم جميعا من القاهرة، من مصر. أهنئكم وأنقل لكم تحيات كل الكنيسة القبطية في مصر، وأرجو لكم عاما جديدا سعيدا، وأرجو لكم عيد الميلاد المجيد وفرحة الميلاد في حياتكم، والمجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسر.